السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا رشا من روتينات روشا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اوريكم احنا خرجنا رحنا فين. ده مكان كده عامل زي مول اسمه الكورد يارد في المعادي. عندنا احنا من سكان المعادي، والمكان ده كان حلو قوي. كان عبارة كده عن مول. ده اول ما تدخلي من البوابة في كذا بارتيشن بيبيعوا حاجات، في لعب اطفال وفي اكسسوارات وفي ديكورات. والمكان كانوا بمناسبة رأس السنة بقى، كل سنة وانتم طيبين. كانوا مظبطينه، يعني حاطين فيه أشكال وحاجات جميلة جدا. عاملين الديكور فيه حلو قوي. تعالوا اوريكم جوه. هنا ده أول ما دخلنا، دي زي القاعة بتاعته اللي في النص. ده عبارة عن مطاعم وكافيهات. ده عبارة عن كان دورين. الدور الأول طبعا اللي عاملين فيه الديكورات دي. بصوا شايفين المنظر ده كان عبارة عن بيت رسمين عليه بقى هدايا وحاجات بابا نويل والحاجات دي. ودي كانت عبارة عن عربية كده الولاد بيركبوها. كنا طبعا هنا بنستأذن اللي عليها عشان نتصور عليها. طبعا كان المكان زحمة، بس طبعا يعني احنا طبعا هو غلط تجمعات، بس احنا كنا واخدين الإجراءات بتاعتنا كلها كمامة وكحول. وكان في يعني مكان كان مفتوح مش مغلق اهو زي ما انتوا شايفين. دي العربية كان شكلها حلو جدا، والولاد كانوا مصممين يتصوروا عليها، فنزلنا اللي كانوا عليها عشان نتصور. وهنا بقى كانوا طبعا حاطين الشجرة بتاعت الكريسماس. واهو منظر الديكور اللي على البيت كان شكله حلو جدا. والكرسي اهو اللي موجود برضو ده حاطينه ديكور. هجيب لكم منظر البيت كله بقى في صورة تانية من بعد كده. وهنا بقى في النص بقى، في نص الكافيهات والمطاعم، كانوا عاملين دي عبارة عن نور كده على هيئة شجرة برضو. وحواليها عاملين حاجات خشب كده مقفلينها كأنها هدايا. كان شكلها جميل جدا. وكل طبعا كان كل عمال يتصور. حاولنا طبعا ان احنا ندخل، فدخلنا كده من الجنب عشان الولاد يتصوروا جوه. وحاولت اجيب لكم دي ايه، بس طبعا مش زحمه انا معرفتش اصور، بس هي شكلها لعبه يعني بتلف كده كانت محطوطه، بس طبعا معرفتش اصور من الناس اللي واقفه. بجد المكان حلو وجميل. تغيير. هو عباره عن زي ما قلت لكم الدور اللي تحت كافيهات ومطاعم، وفي مطعم سينابون، وفي مطعم تحت زاكس. وفي الدور اللي فوق برضو مطاعم، وفي بولينج اهو. هنا بقى وقفنا حاولنا ان احنا نقف نتصور. وهنا اهو منظر البيت من بعيد شكله حلو قوي الديكور اللي عليه. وهنا كنا واقفين مستنيين طبعا عشان نتصور على الكرسي. وهنا خلاص بقى صورنا وخارجين بقى ناكل. دخلنا زاكس. كانت تجربتنا بقى في زاكس طبعا بعد معاناة عشان ندخل المكان لانه كان زحمة وكان بالدور. وده زي ما قلت لكم البارتيشنات برضو واحنا خارجين بيبيعوا ملابس وديكورات. وهنا اهي البوابة بتاعت المول اهو. هنا بقى الباب بتاع زاكس من بره البوابة. فزي ما انتوا شايفين كان بالمنظر ده. كان زحمة جدا ولازم نقف ونكتب اسامينا في ورقة عشان ندخل. كان بجد، بس اخيرا بعد معاناة دخلنا وطلبنا الاكل الجامد ده. بجد تجربة كويسة. والمطعم يعني الفيديو اللي كان نزل عنه ده مش صح. انا كنت واقفة بجيب الاكل وكنت شايفة المطعم قدام مني. كان من جوه المطبخ كان نظيف وحاجة نظيفة بجد، والناس كانت عاملة شغل بالرغم ان الضغط كان عليها جامد، بس كانت الخدمة كويسة. وده كان الساندوتش طبعا دورين. ما قدرناش نكمله. وكنت جايبة للأولاد وجبة أطفال. وبيبقى معاكي الكيس لازم طبعا في جوانتي بلاستيك بتلبسيه قبل ما تاكلي، عشان طبعا هو الساندوتش بيبقى مليان حاجات من جوه كده بقى التشيز الجبن والحاجات دي. وطبعا انا بقيت ده ما قدرتش ان انا اكمل لانه ما شاء الله الساندوتش كبير جدا. ودي كانت تجربتنا وخروجتنا حاجات سريعة كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافدتكم بيه، والسلام عليكم. ما تنسونيش بالشير واللايك.